حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير أو مساء الخير على حسب ما انتي طبعا بتشوفي الفيديو. حبيت ان انا اعمل روتين كده صباحي اشارككم فيه. صباحي بيبقى ماشي ازاي؟ فتعالوا كده نشوف خطوة بخطوة هنعمل ايه في صباحنا النهاردة. طبعا حبيت ان انا ابدأ صباحي كده بكوباية شاي بلبن كده، وهعمل ساندوتشين كده جنبيهم ان انا افطر علشان ابدأ يومي طبعا، واشوف ايه اللي ورايا اللي انا ممكن ان انا اعمله. او حشيت طبعا الشاندوتش بتاعي واحد لانشون، وهعمل واحد جبنة رومي اهو. طبعا عملت السيلة برضو فطارها. هي بصوا 8 شهور دلوقتي وبتاكل سيريلاك بس. فبصوا عملت لها برضو سيريلاك. بصوا يا بنات، دي الأطباق دي مهما تلفوا ومهما تدوروا مش هتلاقوا منها خالص غير عندي. تمام. دي شركة سيريلاك، مامتي الله يبارك لها يعني ويحفظها ليا كانت بتخزنها واحنا صغنانين، فانا واخدها وراثة يعني اللي هو تورثتها منها. بس اديت طبعا دش السيلة كده ورطبت عليها زي ما بنقول كده، اللي هو طبعا في الجو الحر ده الواحد محتاج ان هو يقعد كده في المية 24 ساعة. طبعا سرحت لها وعملت لها توكتين كده. انا عارفة ان هي شعرها صغنن بس ايه، بحب ادلعها يعني لان هي اول فرحتي، فانا بحب ان انا ايه يا دوبك اللي هو ايه لو حتى شعريتين هعمل لها التوك. بس كان عندي شوية غسيل طبعا انا كنت غسلاهم، فلميتهم كده من البلكونة وقلت ان انا ايه اطبقهم كده ايه معاكم علشان تشوفوا ايه ان انا بطبق طبعا واديكوا بقى ايه يعني نشاط كده، وتقومي لو انتي وراكي مثلا غسيل تغسليه، لو انتي وراكي تطبيق تطبقيه. يعني انا بحب ان انا المهم وعلى طول اطبق فيهم، ما بركنش طبعا غسيل على غسيل. بس اديني اهو بطبق كده معاكم. هو كان الغسيل يعني حبة قليلين مش كتير، هو هدوم سيلة وهدوم ايه محمد جوزي بس. قولولي برضو يا بنات الفكرة اللي جاية عايزينها لايه وانا هنفذها ان شاء الله باذن الله. ولو لسه متابعيني دوسي لايك وشير، شير لكل حبايبك علشان يشوفوا الفيديوهات بتاعتي، واعملي علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله، ودوسي اشتراك بس. هدوم سيلة طبعا ابتديت ان انا اطبق فيها. طبعا بصوا يعني ما شاء الله الله اكبر، هدوم سيلة كتير جدا. هتقولولي ليه في غسلة كل ده؟ بتغير في المرة بتاع 3-4 مرات 5 مرات كمان. ليه؟ لان هي بتبهدل نفسها من اقل حاجة. يعني لو اديت لها لعبة مثلا او حاجة ممكن تريل، ممكن مثلا شوية مية يغرقوا كده ناحية صدرها، فاقوم مغيره لها. طبعا اكل اديتهولها مش عارف ايه، بطاطساية زيت الكلام ده كله. فانا مش بحبها بصراحة ان هي تبقى مبهدلة. عادي يعني تعيش وتلبس وتعيش وتبهدل وعلى قلبي زي العسل زي ما انا قلت لكم. وربنا يخلي كل واحدة معاها طفلتها او معاها ولادها، ربنا يحفظهم لك يا رب ويبارك لك فيهم. واللي لسه ربنا ما رزقهوش ربنا يكرم كل مشتاق يا رب ويرزقه بالذرية الصالحة. طبعا كده خلصت الغسيل. ابتديت طبعا ان انا ايه اشيل الملاية بتاعت اوضه النوم بتاعتي، وهحط يعني احط حاجة تانية. يعني انا بشيل الملاية وهنفض كده السرير تمام زي ما انتوا كده شايفين. هنفضه بقى من المرتبة ومن حرف السرير. لو انت لسه متابعيني لحد دلوقتي وبتشوفي الفيديو ما تنسيش تصلي على الرسول. اهو طلعت طبعا الكوفرتة بتاعتي
وهبتدي ان انا افرشها. طبعا انا الكوفرتة دي من ساعة ما اتجوزت يمكن فرشتها 30-50 مرة، بحبها جدا. بس انا يعني بحافظ على الحاجة، يعني يا ريت يا بنات تحافظوا على الحاجة زيي برضو. يعني انا لما بغسلها وبشيلها مش بشيلها يعني في اي مكان كده او بطبقها وعادي، لا، انا بحطها تاني في كرتونتها وبحطها تاني في ال الكيس بتاعها وبشيلها. بس ابتديت طبعا ان انا احط الكياس بتاعتهم. انا بحب ان انا ابدأ بالكياس وبعد كده بحط ايه ال- الكوفرتة بتاعتي. بصوا الكوفرتة دي على قد ما انا بعشقها وبحبها يعني، بس فيها حاجة وحشة جدا او حركة وحشة قوي هم عاملينها. مش جايبين معاها كيس مخدة كده طويل. لازم طبعا اخد من ملاية عندي كيس مخدة ان انا احطها، وهي بس الشلتتين اللي معاها وهي الكوفرتة بس. فرجاء يعني للناس اللي بتعمل الكوفرتات ابقوا حطوا كيس مخدة طويل عشان احنا بنعاني. طبعا كده زقيت المرتبة بتاعتي علشان ادي مساحة ان انا افرشها كده زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. اهو بروح الناحية التانية وبفرش. طبعا انا بمنتج لكم الفيديو ده وبعمل الصوت والله يا بنات الساعة 9:03، 9 الصبح، يعني 9 الصبح. تمام. فما تنسينيش كده بدعوة حلوة منك ولايك جميل وكومنت، لان انا بصوا بشوف كل كومنتاتكم. اهو رحت طبعا للكوميدينو ومسحته. طبعا الشلتة اللي في النص دي يعني حد يقول لي كده بتعملوا ايه في اللي عندها مثلا فرو؟ يعني انا غسلتها كذا مرة بدل ما كانت لونها سكري بقت اللون ده. تمام. الريش بتاعها او الفرو بتاعها بقى بصي يعني لازق في بعضه مهما سرحوا بيعمل كده. فقولوا لي طبعا ايه الحل ان انا اعمله فيها علشان خاطر ايه، انا متضايقه جدا من الشكل بتاعها ده. طبعا رحت على الكومودينو التاني ومسحته وابتديت ان انا ايه اكنس في السجاد بتاعي او اكنس في الارضيه. او كنست برضو الناحيه التانية وهبدأ ان انا اشيل في السجاده بتاعتي اللي من النص دي ان انا ايه اكنس معاكم. او فرشتها تاني وهرش المعطر. بصوا يا بنات المعطر ده ريحته تحفة بجد تحفة. كان عندي طبعا شوية غسيل فقلت ان انا احطهم ايه في الغسالة معاكم كده زي ما انتوا هتشوفوا. انا مبحبش بصراحة برضو اكوم الغسيل عليا، يعني هو اول باول كده حطي الغسيل في الغسالة علشان تنشريه علشان تطبقيه وهكذا، يعني ما تكوميش عليكي حاجة. طبعا كان الغدا بتاعنا كنت عاملة كريب. لو حابين الوصفة او حابين الطريقة ونفسكم ان انتوا تجربوا الكريب بتاعي قوليلي طبعا في الكومنتات وانا ايه هنزل الوصفة على طول. بعد الغدا طبعا كده ما يحلاش غير كوبايتين شاي انا وابو العيال زي ما بيقولوا. يعني عملت كوبايتين شاي انا ومحمد جوزي وقلت ايه نشربهم كده على رواق. كانت هنا عند الغسالة خلصت غسيل فقلت ما انا يعني اشيلهم كده وانشرهم على طول. ما بحبش اخلي حاجة زي ما انا قلت لكم يا بنات. كان بعد طبعا الغدا بتاعنا كان في كده كام مواعين حلوة، يعني مش هقولكوا كام كوباية او كام طبق لاني زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عركة. الموضوع مش كريب خالص الموضوع يعني بصوا آه كبير كبير. طبعا
طبعا بعتذر عن اي حاجة انت هتسمعوها في الفيديو، سواء بقى كلاب، قطط، الكلام ده كله، معلش اعذروني. طبعا يعني انا عندي في الوقت ده بيبقى الناس طبعا صحيت، فاعذروني. والله العظيم انا بقى منتج لكم الفيديو ده اول ما لقيت سيلا ان هي نامت على طول قلت ايه يعني امنتج لكم الفيديو. طبعا في الوقت اللي انا بغسل فيه المواعين دي سيلا كانت بتعيط عياط مش طبيعي، يعني كأني خدوا منها امها وودوها في حتة تانية. البت ما كانتش راضية تسكت خالص، يعني قاعدة عمالة تعيط تعيط تعيط، مش عارفة يعني، وانا قدامها ان انا حاطه لها العجلة بتاعتها قدامها وعمالة العب فيها طبعا عشان تسكت ومش راضية تسكت. فهتلاقوني يعني كده اللي هو ايه وقفت شوية بعد ما عملت كام كوباية، وقفت وبعد كده ايه رجعت تاني اكمل. ابتديت طبعا كده اعمل المعالق معاكم زي ما انتوا كده شايفين. بشيل طبعا اي حاجة سد الحوض. وانا بصراحة يا بنات انا ما بحبش ان انا افضل شغالة على المية كده فتحاها واشطف واغسل واشطف واغسل. لا، بحب ان انا اكومهم اغسلهم مرة واحدة وبعد كده اشطفهم مرة واحدة زي ما انتوا كده شفتوا، لاني انا مش بحب اللي هو المية تفضل قاعدة على طول شغالة، لان حرام برضو، يعني نوفر شوية يا بنات اللي هو المية وتهدير المية، عشان حرام ربنا يحاسبنا عليها. بس اديني نشفت كده. ابتديت طبعا انشف البتاعة دي، يعني كل ما احطها تقوم وقع تاني. الزراعية دي مش عايزة تقعد في مكانها. بس طبعا مسحت كده الحوض بتاعي نشفته من كل المية، وانا بقلب الصفاية علشان ايه اللي هو اقول لنفسي الحمد لله انا خلصت المواعين. بصي كنت نسيت بقى ايه يعني اعمل البوتاجاز معاكم، فلفيت كده وش قلت ده لسه البوتاجاز، فايه لميت طبعا الاكل اللي كان عليه. هو ما كانش متبهدل قوي يا بنات علشان انا عملت كريب، يعني ما طبختش عليه اللي هو طبخة صلصة وكده وحاجات من دي، فما كانش متبقع قوي. بس طبعا ايه قلت ان ملهوش نفسي يعني، لا حرام نخليه كده برضو ايه بيلمع ولذيذ وريحته حلو. طبعا لو لسه انتي متابعيني لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول وتخبطي لايك كده جميل، علشان انا بفرح طبعا بكل اللايكات، وتكتبي لي كومنت كده حلو. وبس كده يا بنات يكون الروتين الصباحي كده بتاعي خلص، ودمتم في رعاية الله، وبحبكم قوي قوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.